يا مساء الورد. دايما بنتكلم على ان الناس لما تبقى متضايقه متوتره تروح تاكل، صح؟ لكن هل قبل كده فكرت ان ممكن الاكل اللي انا باكله ده يكون سبب ضيقي وتوتري ونرفوزه كده متنرفزه ومش طايقه نفسي؟ في ناس بيحصل لها بتقول لك انا كنت كويسه جدا والله ما اعرفش ايه اللي حصل لي، ايه اللي ضايقني فجاه، ايه اللي عكنني، انا مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل ان ممكن الاكله اللي انا لسه مخلصاها دي هي سبب انها ضايقتني. بتحصل مع الناس اللي متعوده تاكل جنك، متعوده تاكل اكل مصنع، الوان صناعيه، في مواد حافظه، الاكل اللي بيبقى فيه سكر عالي جدا، فيه دهون غير صحيه عاليه جدا. الاكل ده بينزل ايه؟ بينزل الامعاء. انا مشكلتي في الامعاء ايه؟ ان انا عندي وصله مباشره ما بين الامعاء وما بين المخ. فانا الاكل ده بينزل يبهدل يهربد البكتيريا النافعه في الامعاء، وانا بص يعني انا كل حاجه في جسمي مرتبطه بهذه البكتيريا، وصحتي وسلامتي كده على الارض بسلامه وصحه البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء. فانا بدخل اهربدها، فبهربد كل حاجه في جسمي، منها طبعا يعني حدث ولا حرج، ومنها المود والحاله النفسيه للبني ادم. تاني حاجه ان السكريات العاليه دي بتعلي السكر جدا في الدم، فبيحصل نوع من التوتر والضيق ونوع من التشوش التفكير، والناس ما بتبقاش قادره تفكر، بنسميها برين فوج. يعني هو اصلا السكر العالي ده بيضايقنا وبيوترنا. الاكل ده في حد ذاته اكل فقير، يعني ما فيهوش اوميجا 3، ما فيهوش فيتامين بي، ما فيهوش مغنيسيوم بتاع الاعصاب اللي بيهدي الاعصاب والحاجات اللي بنروح ندور عليها في المكملات. فالاكل ده في حد ذاته فقير. اخر حاجه ايه؟ ان الاكل ده الناس اللي متعوده تاكل ده بصوره يوميه بيبقى الكورتيزول عندها على طول في السماء، فانا على طول جسمي عامل كده مشدود كده، كورتيزولي على طول عالي. فتخيلوا ان انا على طول متكهرب، فابقى متضايقه ومفيش حاجه مضايقاني بسبب ضيقي وتوتري هو الاكل. طب الحل ايه؟ انا دايما مش بقول ان احنا نعتدل في الاكل ده بالذات، يا ريت يكون اقل ما يمكن، وان احنا فعلا نكتر قوي من الاكل اللي هو اللي على ابوه، اللي هو على راي الدكتوره ايمان سلطان استاذتي تقول ناكل الاكل اللي ما فيهوش مكونات من ورا، الاكل البسيط. احنا اصلا يعني هي دايما حتى كانت تقول ان الاكل اللي احنا بناكله ده لا الاكل اللي كانوا بياكلوه ابهاتنا وامهاتنا، ولا كانوا بياكلوه اجدادنا. فاحنا بنحاول بنعافر ان احنا يعني ناخد على قد ما نقدر فايده من اللي احنا بناكله. فخلينا ناحيه الخضار والفاكهه الطازه الفريش، اللحمه اللي مش ملعوب فيها، الفراخ اللي مش ملعوب فيها، الاسماك، الزيوت زي زيت الزيتون، المكسرات. خلينا ناحيه البذور، الناس تاكل شويه لب وتاكل شويه سوداني وسمسم والحاجات دي. خلينا كل ما بعدنا ناحيه الحاجات اللي فيها مكونات، اللي فيها الوان، اللي فيها ارقام، كل ما نبعد عن الحاجات دي كل ما كانت صحة جهازنا الهضمي سليمة، وبالتالي نفسيتنا وتركيزنا وراحتنا النفسية تكون سليمة. ودمتم في صحة وعافية. باي.